فيديو النهارده اسطوري. هنشوف تحديث اليوم، ايه اللي حصل، ايه اللي اللعبه ضافته جديد، وطبعا في مفاجآت في تحديث اليوم كتير، واهم مفاجاه فيهم هقولها في بدايه الفيديو، وهي اعاده تطوير اللاعبين لمده 15 يوم مجانين. فبصراحه لازم تكتب لي على طول دلوقتي اسم اللاعب اللي حابب نطوره لك، بس يكون بالعقل. وما تنساش تشير الفيديو لكل الناس عشان الكل يكتب اللعيبه اللي عايزين يطوروها، عشان دي الفرصه الوحيده اللي هنطور فيها اللاعبين، لان التطوير مجاني. وطبعا هنفتح على باك نجوم الاسبوع وهنجرب اللعيبه في الديفيجن، وطبعا موجود نسخه لهالاند 103 اسطوريه، وما ننساش طبعا ابراهيم دياز. فبصراحه نفسي اجرب نسخه من النسختين. فقبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت باسم اللاعب اللي عايز اطوره لك، وتكتب لي برضه طلع لك مين. يلا عشان ما اطولش عليكم اسيبكم مع الفيديو. طبعا اللي انت شايفه قدامك ده اهم حاجه في تحديث اليوم، وهي اعاده تطوير اللاعبين مجانا، ودي النقطه اللي انا كنت قلتها لكم في الريل. فاللي حابب اطور له لاعب هو 15 يوم، يعني اكتب لي كل اللاعبين بس بالعقل. انا عايز الناس تكتب اللعيبه اللي معاها نقاط كتير، فاقدر اطورها لك تطويره خاصه. يعني ما حدش يقول لي لاعب ما عندوش نقاط اصلا ويقول لي طوره لي تطويره معينه او طوره لي تطويره خاصه، لان هو النقاط بتاعته بتبقى جايه عليه بالظبط. وفي لعيبه زي البوستر والايبك بوستر واللعيبه اللي تمتلك طاقات اوفر، فمش بنخرب اللاعب. فاكتب لي اسم اللاعب في الكومنتات اللي عايز اطوره لك، بس يا ريت بالعقل. تاني حاجه نزل تخفيض على الماتش باس تقريبا لمده 25 يوم، فالحق اشتري اللي هو 250 كوينز، لان هو الافضل معاك سليبه وهتاخد 200 كوينز، يعني هتصرف عليه 50 كوينز فقط. فبصراحه انا شايف ان الماتش باس ده وان بامانه، وانا عن نفسي هشتريه عشان اجرب سليبه، وعشان انا شايف ان ده مجاني من اللعبه لينا. وطبعا اي مصري زي طبعا نزل لك دلوقتي لاعبين من منتخب مصر، وهو محمود حسن تريزيجيه واحمد حسن كوكا. فبصراحه انا شايف ان دول اروع عقدين ترشيح 4 نجوم تضيعهم على احسن لاعبين مصريين، وحرفيا مش هينزلوا تاني. واول واحد جبناه هو محمود حسن تريزيجيه. هنسكت على كده؟ لا طبعا لازم نجيب احمد حسن كوكا عشان يبقى جبنا الطقم المصري الاسطوري، ومعانا ثلاثي هجومي 10 على 10، وهو محمد صلاح واحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه. فمعانا كروت اساطير للعيب. طبعا المعلم عنده فينش اسطوري، وعنده وعي اسطوري، ومهاره راس 10 على 10، والتحام جسدي. فبصراحه كارت 10 على 10، ولكن السرعه في الضياع، ولكن هو كارت للذكرى وكارت نادر لله ومش هينزل تاني. وهنا بقى المفاجاه ان محمود حسن تريزيجيه عنده سبيشال دبل تاتش، وطبعا سرعته 91 وتسارعه 93 وجري بالكره 89. فبصراحه انا شايفه هيكون كارت اسطوري، فهنجربه برضه في الديفيجن. اما عقود الترشيح بصراحه، انت لو معاك نسخه روديجر اللي قدامك على الشاشه من النسخ القديمه اللي بتوصل ماكس 100 في التشكيله، فبصراحه ما يلزمكش النسخه دي. اما لو انت عايز مدافع دستورير اسطوري وشارس في الملعب حرفيا ما بيريحش حد، هو روديجر يا باشا على طول من غير تفكير. فانا معايا النسخه القديمه، فمش هجيب نسخه روديجر. وبصراحه كان نفسي اجرب ادامه تراوري، فهشتري اللاعب بعقد ترشيح 4 نجوم. بصراحه احلى 3 عقود ترشيح 4 نجوم. جبنا ادامه تراوري، وجبنا تريزيجيه، وجبنا احمد حسن كوكا. فبصراحه اللعبه مظبطه المصريين انها عملت اللقطه الجميله دي. والار ام اف السنغالي اللي قدامك على الشاشه ده بصراحه ارقامه توب التوب، فلو حبيت واحد خفيف ومهاري فانصح بالكارت ده. وبس هي دي عقود الترشيح يا باشا. طبعا معانا محاولتين مجانيتين على الباك ده، وانا معايا الباك كامل فمش محتاج حد. مش حد، حسيت ان دي اشاره. ونرجع تاني للباك. دلوقتي احنا معانا 3 باكات. حلو. باك فييرا، انا معايا الباك ده كامل ببيركام بفييرا بجilberto سيلفا بالهايلايت اللي موجودين باك، فمش محتاجين منه اي حد، واتمنى ما يطلعليش حد بامانه. مش عايز حظي يبقى حلو في الباك ده من المجانيه. معانا فتحه مجانيه، لو جالي منها ابراهيم دياز انا تمام، لو جالي منها المهاجم انا تمام. هالاند عادي مش مهم، مش عايز النسخه دي لان انا معايا نسختين حلوين من هالاند. فنبدا بالمحاولتين والواد اول فتحه ونشوف. حلو. هايلايت يعني ايه الضحك ده؟ يعني انت جاي تجيب لي هايلايت من الباك ده؟ مش عايز حد. معايا اندو والله، معايا النسخه. اتفضل يا عم. الله العظيم يعني ضحك يعني. ودي يا عم الفتحه. مش عايز حظ على الباك ده يكون حلو. كويس ان هي جت على قد هايلايت. انا مش عايز حد بالباك ده بامانه يعني. طلع لي اندو اخر لاعب في الباك. معايا كل اللعيبه عامه، كل اللي قدامك ده معايا، مش عايز منهم حاجه. نودي بقى واحده على هالاند، ونتمنى ابراهيم دياز اول مهاجم بتاع الدوري الايطالي. ده اخر لاعب في الباك ده شكله ولا ايه؟ مش فاهم. نودي الثانيه ب 100 كوينز ونفكنا من اوين. مش مهم اوين لان مش هيطلع لي اوين من 100 كوينز يعني. نتمنى بقى ايه؟ ابراهيم دياز مهاجم الدوري الايطالي. سيمون
سيمون الدوري الاسباني. اللعبه بتعاملنا ليه كده؟ طيب تعال بقى يا باشا قبل ما نكمل على تفتح الباك نفتح الماتش بس اللي نصحنا بيه، لانه بصراحه هيستاهل 250 كوينز ومعاك اسطوره في الدفاع وهو سليبه هتستلمه مجاني، غير انك هتاخد 200 كوينز، فحرفيا انا شايفه انه مجاني من اللعبه ليه. اخدنا اللاعب يا باشا وباقي معانا 200 كوينز، هنفتح على باك نجوم الاسبوع ونتمنى اللعيبه اللي قلنا عليها الونات. هالاند، ابراهيم دياز مهاجم الدوري الايطالي، وطبعا هيدونا مين؟ مينامينو. ايوه ده ما فيهاش، ونامي ما فيش. الاخيره بقى وودع يا باشا، انا مش منتظر حاجه بقى، لا جاي هالاند ولا جاي تياجو سيلفا ولا جاي حتى ابراهيم دياز ولا مهاجم الدوري الايطالي اصلا. سواريز، لويس سواريز، يعني احنا فعلا كان ناقصنا سواريز بامان. انت كنت ناقصني بامان حبيبي يا سيوه. ودي يا باشا هنجرب سواريز، ما نجربش سواريز ليه؟ طبعا دي تشكيلتنا بعد اللاعبين اللي طلعوا لنا وبعد التوتال اللي عملناه في التشكيله. يعني ضفنا في قلبي الدفاع روديجر مع سليبه، لان الثنائيه دي انا بحبها، ولاول مره هلاعب ثنائيه سريعه في الدفاع، وخاصه لما يكون معاك سليبه سرعته 90، وطبعا كارت روديجر ده اسطوري، وطبعا حراسه المرمى يوني سيمون الكارت اللي طلع لنا قلنا نجربه، لان الحارس في الفتره الاخيره عامل اداء اسطوري، ومينامينو معروف بالمهارات والخفه في الملعب، فهنلعبه ال دبليو اف. اول مره تجربه لويس سواريز في اللعبه، انا اول مره اجرب كارت لويس سواريز، والكارت 10 على 10 بيوصل ماكس 97 ومن غير بوستر. فبصراحه انا متحمس جدا للتجربه دي. ويلا عشان ما اطولش عليكم، احنا حاليا ديفيجن 4 وهندخل اول ماتش زي ما انتم شايفين قدامكم ابيض. ويلا عشان ما اطولش عليكم اسيبكم مع الديفيجن. طبعا دي تشكيلتنا، وتعال نشوف تشكيله الخصم. يعني بالله عليكم ده منظر ما بقتش فاهم الناس ولا فاهم الناس بتعمل ايه، فما علينا. واهم حاجه في الملعب بيعمل ايه، ده اللي انا بشوفه في الفتره الحاليه. ويلا عشان ما اطولش عليكم، هو جاهز وانا جاهز، وندخل على طول نشوف هنعمل ايه. الشوط اول طبعا مستفز، مفيش اي حاجه تتعرض، والشوط الثاني طبعا انتوا عارفين ان الوضع هيختلف تماما. وحش بافل بيرتس سواريز ديكسون ليو. تعالى 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 فان دايك يا حبيب قلبي. قول يلا. يا نهار ابيض، مفيش حظ يا جدعان، هي مفيش حظ واضح جدا. مفيش. وحش. روح عليه سواريز. الماتشات دي يا باشا تكسب ولا تلعب. وحش يا ليو، وحش يا ليو، يا سلام يا ليو. ودي بقى سيوه. قول لي دلوقتي معانا في الهجوم مين؟ الفرانك ريبر على الشمال، والدبابه النرويجيه على اليمين، وطبعا دافيد فيا في النص. نضيف الدير مكان روديجر لان روديجر خلاص جاب اخره، وطبعا اليوهان كوريف هننزله مكان فيرتس، ونودي يا باشا ونشوف هنعمل ايه. رجع الحارس. ودي يا عم يوني. ويا سلام عليك يا دبابه. اخطف اخطف. ازاي دي؟ وادي يا باشا ارتو، والله العظيم حرام. هي دي خلصت. طبعا هنا معلم عمل هجوم شامل، بس خلاص يعني فات الاوان. طبعا بمناسبه ان سواريز ما عملش حاجه في الماتش الاولاني، هنلعب ايرلينج هالاند في الماتش الثاني، وتعالى نشوف هنعمل ايه. طبعا هالاند ساهمه 10 على 10، ودي تشكيلتنا. وتعالى نشوف تشكيله الخصم، ودي تشكيله الخصم، والافلام كالعاده اللي بنشوفها في الديفيجن. وتعالى نشوف هنعمل ايه. انا بصراحه ما عدتش عاجبني حالي في اللعب. ده حلو قوي من هالاند. اوه ده شوارع ده. وحش سيميون. ايه يا معلم ده؟ سيمون اداء اسطوري، اداء بيجنن والله. الواد حلو. روح. يا سلام على الدباب، يا سلام على الدباب. هي على طول يا باشا، من جول عليا الجول ليا، هو ده الكلام. هو يعني كيليان ماله كده يعني؟ مش فاهم.
اوه وحش فير. دبابة. يا نهار ابيض. ايوه لازم اغلط لي غلطتين في الماتش عشان احس ان انا ايه، لازم اديله هدف، لازم اديله هدف كعدت يعني. روش جدا. وعشان روشانتك دي ابلع. بالله عليك واللي بيحصل ده طبيعي؟ دي يونج. ايوه السيناريو اشتغل، السيناريو اشتغل. طبعا هننزل الشباب فالفيردي وريبري وكرويف ودافيد فيا، وتعال نودي ونشوف هنعمل ايه. معلش معلش ان شاء الله المره القادمه تفوز. بصراحه هالاند الماتش ده عمل الصح والزياده. ندخل على الماتش الثالث ونشوف هنعمل ايه بسرعه. هو جاهز، دي تشكيلتنا ودي تشكيله الخصم. الله الله. وتعال نشوف هنعمل ايه. معلم فول ايبي. روديجر، فيرتس، بوفل. ودي والاولى كده تحذير مني ليه. سليبه، بيرا. ودي يا باشا. لا لا ليو، فيرتس، هالاند. اوه الهدف الاول. ايه هالاند ده؟ اوه بنركبه الماتش كده وده غلط. هيباصي طبعا وطلع يا ابني بسرعه لان الدنيا بايظه. روديجر، هالاند، حلو. طب ليه يا ابو الصلح؟ وحش ديكسو. روح يا ليو. مرتاحه. هالاند بيهدف وبيصنع وعنده التحام جسدي 100. انت متخيل مهاجم عنده التحام جسدي 100 في النسخه دي؟ فيرتس حلوه قوي دي. واحده بقى. ايه الرفعه دي؟ لا هالاند عنده تماسك. ايوه هو. اوه اتفرد بلا قيمه. لازم جول يا باشا. هيعمل خطه بقى ويكسبني. ننزل بقى احنا كمان ريبري ويوهان كرويف ودافيد فيا، وتعالى اكسبني بقى. بالله عليك شفت دلع احسن من كده؟ اكيد ما شفتش. يا اخي سليبه، يا اخي سليبه. يعني هو من حقه يعمل رياضه مع الحارس برضه، فاهم؟ سيبوه ويعمل رياضه براحته. خد راحتك يا باشا وصحوني بقى لما يخلص. خلص؟ طيب تمام. وكسبنا الماتش الثالث، وبكده يبقى خلصنا فيديو اليوم. طبعا احنا خلصنا فيديو اليوم، بس حبيت اقول كلمتين قبل ما ننهي الفيديو. الثنائيه دي توب التوب. انا ما شفتش اقوى من الثنائيه دي. سليبه وروديجر مع بعض والسوريين. الحارس ده فاجئني بطريقه مش طبيعيه. توب التوب في الحراسه، حرفيا شال انفرادات ما تتشالش. النسخه دي 10 على 10 لو طلعت لك تلعب اساسي مرتاح. هالاند اللي معانا ده بقى خيالي بمعنى الكلمه. فكك من الجديد بقى. التحام جسدي 100، فينش 99. انت عايز اكتر من كده؟ وبس كده. وبكده يبقى خلصنا فيديو اليوم. وبعد ما خلصنا فيديو النهارده احب اقول لك ان اللعبه بقى لها فتره بتنزل باكات ايبك 2 وباكات ايبك خميس. فبصراحه انا كمقدم محتوى ما بقتش افتح على الباكات غير اللعيبه اللي انا عايزها. يعني انا بقى لي فتره كبيره جدا ما فتحتش على باكات ايبك، يمكن من ايام باك باتريك فيرا وبيتر تشيك. فما انصحش حد يفتح عليه لان انا صانع محتوى، فانا بفتح على اللي انا عايزه. انا عارف انا عايز ايه. انما انت ما تفتحش وانت مش صانع محتوى. العب باي لعيبه طلعت لك، اي باكات طلعت لك بالحب، فاهم؟ مش مضطر انك تصرف على اللعبه. تمام؟ في الاول وفي الاخر اكونت وهيترمي، يعني مش هتحتاجه
عامه يعني. وفي نقطه عايز اتكلم عليها، اللعبه حرفيا مؤخرا الجيم بلاي سيء جدا، بطيء بمعنى الكلمه، بترسم سيناريوهات عشان تخسرك، وطبعا في هاكات كتير في اللعبه مش قادره توقفهم. يعني انا من كام يوم خسرت من واحد وكنت بصنف عايز انزل فيديو ان انا اوصل للتوب 100 وكسبان 1-6-4 وفي الاخر فصل عليا وخسرت 5-0. انت متخيل ازاي بقى؟ ما اعرفش، هي اللعبه عايزه كده. عملت بلاغ ولا اي حاجه، فاتقفلت وما نزلتش الفيديو وما نزلتش تصوير. فبصراحه اللعبه لازم تفوق لنقطه ان هي لازم تمنع الهاكات، ولازم تشوف سيرفرات للعرب او عامه سيرفرات نقدر نلعب عليها بسلاسه، لان احنا اللعبه ضايعه بالنسبه لنا لاننا مش مستمتعين بسلاسه اللعب. حلو دي نقطه. تاني نقطه، باك يوم الاثنين القادم هيكون باك رايق جدا، هيكون موجود معانا ليان ترام ار بي ديفنسيف فول باك، كان بيلعب في يوفي، لاعب 10/10 توب التوب حرفيا، وكمان معاه نيستا في الدفاع دستورير اسطوري. فبصراحه نسخه توب التوب، نسختين ما يتفوتوش بصراحه بالنسبه للناس اللي حالتها حلوه وبتفتح على الباكات امورها تمام. اما اللي مش حالته حلوه انت مش مضطر، الموضوع مش مستاهل. اهم حاجه ما تنساش تشير الفيديو لصاحبك عشان يكتب وتكتب اللاعب اللي عايز نطوره لك، وتقول لنا برضو طلع لك مين من لاعبين باكات اليوم، وما تنساش تعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي.